السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم وصفة ما ينفعش سفرتنا في أي عزومة تخلى منها. هي صينية المكرونة البشاميل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. أول حاجة هنعملها هنجيب الحلة وهنحط فيها مية وشوية زيت ومعلقة ملح، وهنحط 3 كوبايات من المكرونة وهنقلبها لغاية لما تستوي نص سلقة. بعد كده هنصفيها. هنجيب شرايح الفراخ وانا هنا مستخدمة نص كيلو. هنجيب 5 فصوص توم مهروسين ومعلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة فلفل وبابريكا ومعلقة من البهارات السبعة ومعلقة من المستردة. هنقلب المكونات دي كويس لغاية ما شرايح الفراخ تشرب التتبيلة ونسيبها ساعتين في التتبيلة. بعد كده هنجيب الطاسة بتاعتنا وهنحط فيها شوية زيت وهننزل بشرايح الفراخ لغاية ما تاخد لون على الجنبين. الطريقة دي بتفرق قوي في طعم المكرونة البشاميل، بتديها طعم حلو قوي غير لما اعملها الفراخ بطريقة الشاورما. جربوها الطريقة دي هتعجبكم جدا وهتدي طعم حلو قوي للمكرونة. بعد كده هنجيب الشرايح بتاعتها ونقطعها بالشكل الطولي دوت زي المكرونة، او ممكن تقطعوها قطع صغيرة. هنجيب الحلة بتاعتنا ونحط فيها 5 معالق من السمنة، 6 معالق من الدقيق، ونقلبهم لغاية الدقيق يتشرب السمنة. بعد كده هننزل بكوباية من المرقة ونقلب فيهم لغاية لما القوام يتقل معانا. بعد كده هنحط شوية من مية سلقة المكرونة بتدي قوام حلو ونقلبهم. بعد كده هنحط كوبايتين من اللبن، وممكن نستغنى عن كوباية المرقة نبدلها ويبقوا 3 كوبايات لبن ورشة ملح ورشة فلفل، وناخد بالنا ان احنا حاطين الملح في كل المكونات، بس انا بفضل ان المرقة تبقى مع اللبن لان بتدينا الطعم كريمي حلو. وناخد شوية من البشاميل ونقلبهم في المكرونة. بعد كده هنجيب الطاجن بتاعنا وندهنه بالسمنة وهنحط شوية من البشاميل نوزعها كويس. بعد كده هننزل بشوية مكرونة ونحط قطع الفراخ وننزل عليها بالجبنة الموزاريلا، وهننزل بطبقة تانية من المكرونة ونفردها، وبعد كده طبقة تانية من البشاميل ونفردها. احنا هنا عايزين البشاميل قوامه وسط، ما يكونش خفيف ينزل في الطاجن من تحت المكرونة. بعد كده هننزل بشوية من الكريمة ونفردها وشوية من الجبنة الموزاريلا ونقلبها في قلب البشاميل بالشكل ده. بعد كده هنحطها في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسط لغاية لما يبقى وشها لونه ذهبي. وبكده خلصت معانا صينية المكرونة البشاميل، هيطلع طعمها حلو وجوسي. جربوها وبالهنا والشفا.